عنوان الحلقة: لما الغزالي قال للفلاسفة كفاية كده، تهافت الفلاسفة والمشائية. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة فلاسفة بيولعوا بعض، ومعانا النهاردة كتاب عمل هزة فكرية مش بس في عصره لكن لقرون بعدها، كتاب تهافت الفلاسفة للإمام أبو حامد الغزالي. الكتاب ده مش مجرد نقد فكري، ده إعلان حرب على مدرسة فلسفية كاملة، المشائية. فخلونا نبدأ من السؤال الأساسي: يعني إيه المشائية؟ المشائية هي المدرسة اللي بتتبنى أفكار الفيلسوف اليوناني أرسطو، واسمها جه من عادة أرسطو في التعليم وهو بيتمشى. بس فلسفياً الموضوع أعمق من المشي. المشائيون بيؤمنوا إن العقل هو الأداة الأساسية لفهم الوجود. كل ظاهرة في الكون ليها سبب، علة. حتى الدين يمكن شرحه أو تأويله عقلانياً. الفكر ده وصل للفلسفة الإسلامية عبر الفارابي وابن سينا، اللي حاولوا يعملوا توليفة بين الوحي والعقل. الغزالي الفقيه والمتكلم قرأ المشائيين بعمق، بس ما كانش مقتنع إن اللي بيعملوه ده توفيق، شافوا انحراف. في كتابه تهافت الفلاسفة بيهاجم الفلاسفة اللي تبنوا المشائية، وبالتحديد ابن سينا والفارابي. بيقولك الناس دي بتتكلم عن الإلهيات بعقل بشري محدود، وده خطر. الثلاث قنابل: الغزالي فجر 3 قنابل فكرية في الكتاب وكفر بيها الفلاسفة. قدم العالم: الفلاسفة قالوا العالم أزلي ملوش بداية. علم الله بالجزئيات: قالوا إن الله يعلم الكليات فقط. البعث الجسدي: أنكروا القيامة الجسدية وقالوا البعث الروحي. الغزالي قالك ال3 دول مخالفة صريحة للعقيدة الإسلامية، وبالتالي كفروا. طب على إيه الزعل؟ الغزالي ما كفرش الفلسفة كلها، هو نفسه كان فيلسوف، لكنه كان شايف إن استخدام العقل فيما لا يدرك بالعقل انحراف. يعني حضرتك تحلل، تفسر، تفكر، أهلا وسهلا، بس لما تيجي تقيس الله أو البعث أو الوحي بمسطرة أرسطو، لا. أسلوب الغزالي: الكتاب مكتوب على شكل حجج ومناظرات بأسلوب جدلي، وساعات فيه سخرية راقية من منطق الفلاسفة. يعني مش مجرد كفروا الفلاسفة وخلاص، لأ، ده شرح ليه هم أخطأوا وفين الخلل المنطقي في كلامهم. تأثير الكتاب: تهافت الفلاسفة فتح الباب لنقاش فلسفي استمر قرون، وهو السبب الرئيسي اللي خلى ابن رشد بعده بقرن تقريبا يكتب كتابه الشهير تهافت التهافت رداً على الغزالي. الغزالي كان شايف إن المشائية تهدد الإيمان، وابن رشد كان شايف إن الإيمان والعقل ممكن يتكاملوا. خلاصة الحلقة: تهافت الفلاسفة مش كتاب ضد التفكير، هو كتاب بيحط حدود التفكير في المسائل الإلهية. الغزالي كان عنده هدف واضح: نحمي العقيدة من التأويلات الزايدة عن حدها. وسواء اتفقت أو اختلفت معاه، لازم تعترف إن الغزالي كان صادق في معركته ومتمكن من سلاح خصمه الفلسفة. وخد بالك، لما العقل يتجاوز مجاله ممكن يقع في الفخ اللي صنعه بنفسه. وسلام.